اهلا وسهلا بحضراتكم والف مبروك للنادي الاهلي وعرض لك نادي الزمالك. وعايز اتكلم في نقطتين في غايه الاهميه. النقطه الاولى سلوك شيكابالا تجاه جماهير النادي الاهلي وهو كابتن فريق نادي الزمالك، والاتجاه اليهم ليهتفوا ضده هتافات عدائيه، وبالتالي يتجه هو لجماهير نادي الزمالك ويحثهم على الهتاف ضد جماهير النادي الاهلي بالفاظ غير رياضيه، وخرج فريق الزمالك خارج تركيز المباراه، وهو ايضا خرج خارج تركيز المباراه، وده سلوك لا يصدر من كابتن فريق نادي الزمالك. والمفروض شيكابالا بالتصرفات دي يبقى غير قادر على انه يكون قائد لفريق نادي الزمالك. والنقطة الثانية والأهم اللي عايز أتكلم فيها هي إشادة جميع المحللين والجمهور بحمدي فتحي وديانج، ودي إشادة في محلها في المباراة. بس في واحد كان جندي مجهول امبارح وهو نقطة تحول المباراة في الشوط الأول، وهو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح برغم ان هو يشارك في المركز ده لاول مره مع النادي الاهلي، تألق غير عادي وقطع كرات كتير من امام عاشور وزيزو، وكانت كفيله ان هي تخلي المباراه تسير في اتجاه معادي خالص او معاكس للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح قدم واحده من اجمل مبارياته الدفاعيه بالامانه، كان نقطه تحول كبيره جدا في المباراه، وثبت اقدام نادي الاهلي ودفاع نادي الاهلي كان ثابت واقف على رجليه. وفعلا المقوله اللي بتقول هتعرف تدافع كويس وتهتم بالنواحي الدفاعيه هتعرف تكسب، لان انت لو بتدافع كويس وعندك لعيب في خط الوسط بيعرف يباصي ويوصل الكرة للمهاجمين صح هتكسب، وهتكسب في اي وقت. خالد عبد الفتاح كان من نجوم المباراه، رامي ربيعه كان من نجوم المباراه برغم انه قعد احتياطي فتره كبيره، ووقت ما الاهلي بيحتاجه بيظهر بصوره يعني اكتر من رائعه. وتألق علي معلول كالعاده، ومحمد هاني في الفتره الاخيره مستواه ما شاء الله، وحسين الشحات. بس لو يزيد من سرعه الريتم شويه حسين الشحات ويخلي الكرة اسرع من كده، بدل ما بيقف على الخط ويهدي اللعب ويبطئ الهجمه، المفروض لو حسين الشحات يسرع اللعب اسرع من كده هيبقى اداؤه احسن من كده بكتير. الاثنين اللي في الاهلي اللي هو بقول عليهم ديانج وحمدي فتحي اللي كل اشاد بيهم، انا طبعا بشيد بيهم وبقول دول من الذهب العيار 24 اللي لا يصدأ. ديانج وحمدي فتحي من خامات اللعيبه اللي مستواها ثابت وتطلع اي فرقه خارج الصندوق. يعني حمدي فتحي وديانج المفروض دول مكانهم مش الدوري المصري ولا الدوري المحلي، دول لعيبه بطابع ونكهه اوروبيه، وفعلا كانوا يستحقوا الاثنين ياخدوا نجوم المباراه. وانا ان كنت يعني اشوف ان حمدي فتحي هو احق برجل المباراه وديانج الرجل الثاني، بس هي ما راحتش بعيد. والمهم ان انا كنت عايز اقول لجماهير النادي الاهلي الف مبروك، خليكم ورا فرقتكم، واللعيبه كلها ادت اللي عليها. حتى محمد شريف الساعات ثقته ودايما بيبقى كعبه على الزمالك وبيعرف يهدف في مباريات الاهلي والزمالك. وكهربا بقول له برضه ما تلتفتش للجماهير وخليك في الملعب وركز في الملعب. لو عايز تبقى لعيب كبير ركز في الملعب وادائك في الملعب مع زمايلك ومع طريقه لعب المدرب اللي بحييه جدا، اللي بدا المباراه بتوازن دفاعي وهجومي وعمل ستاره حديديه في خط الوسط، يعني يعتبر خط دفاع تاني باليو ديانج وحمدي فتحي. كولر يستحق الاشاده ويستحق ان يكون رجل المباراه. بصراحه انا هسيبكم تستمتعوا مع الاهداف الجميله اللي احرزها النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي مره اخرى. بص على الاستلامة بتاعت حمدي فتحي، لا